دمشق أقدم عاصمة عرفتها البشرية، فإذا أردت أن تأخذ نظام وكيف عرف الإنسان النظام فعليك بدمشق. أما حلب فهي أقدم مدينة مأهولة في العالم. بلدنا بحاجة إلى كثير من العمل وكثير من الصبر وكثير من الإخلاص. طبعا بالنسبة لرفع سقف التوقعات لدينا ما نرتكز عليه. لدينا جيل لم يستطع كل هذا الظلم وكل هذا القهر أن ينال منه. كان العدد قبل أن تكون الثورة المجيدة 38 ألف تاجر منتسبين لغرفة تجارة حلب، لكن مع الأسف هذه الأزمة وما فعله النظام من قوانين ظالمة وفاسدة أدى إلى تراجع هذا العدد وهجرة التجار إلى خارج البلاد. الجدير بالذكر أننا خلال هذه الأشهر السبعة بعد انتصار الثورة بفضل الله تعالى تضاعف هذا العدد 200%، وهذا دليل عودة الثقة وعودة التجار إلى المدينة لمباشرة أعمالهم، وهي باكورة العودة وباكورة النصر إن شاء الله، وهذا ما نحث عليه. فلا بد من أن تقوم البلد بأبنائها، فلا يبنى بلد إلا بجهود أبنائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا من هنا من اسطنبول. طبعا بيسرني وبيشرفني أن نستضيف بحلقتنا الحوارية اليوم قامة اقتصادية سورية. هذه القامة كان لها دور سابق في فترة ما قبل الحراك وفي فترة الحراك الثوري، ونسأل الله عز وجل أن تتكلل مساعيها في الخير في الفترة القادمة. وبيسعدني وبيشرفني نرحب بأخ فاضل شهادتي في مجروحة، أخونا الأستاذ سعيد شيخ الكار، رئيس غرفة تجارة حلب. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد، حياك الله. يا أهلا وسهلا، حياك وبياك أستاذ خالد المحترم أبا الوليد. نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا اللقاء مثمرا كما ذكرت، وأن يعم الخير على الجميع. آمين يا رب. طبعا أنا لست مثل ما بتعرف حضرتك، أنا من بيئة العمل الاقتصادي ولست بمحاورا، فإذا كان في عندي شيء صدر في هذا الأمر أرجو المعذرة. طبعا نحن إن شاء الله عم نتحور حوار القلب للقلب وحوار الإخوان إن شاء الله تعالى، لحتى نعكس صورة حقيقية وواقعية عن ما يجري في الاقتصاد وعن الرؤية المستقبلية إن شاء الله، رؤية قطاع الأعمال في هذا الأمر. قبل ما نحكي على موضوع حقيقة على موضوع الاقتصاد، امبارح كنا مثل ما بتعرف هيك بجلسة، فذكر حول موضوع تاريخ غرفة حلب. فذكرت حضرتك انه تاريخ غرفة حلب ذكر من بعض المحاورين انه تاريخ غرفة حلب كان 1885، اتت بعد غرفة اسطنبول يلي هي 1883. فتفاجأت من حضرتك امبارح بمداخلة حقيقة أثارت حفيظتي، فبتمنى حضرتك تحطنا، لأنك أرجعتنا بالتاريخ لورا لما قبل 200 سنة من هذا التاريخ الرسمي والمعلن. فأرجو هيك تحطنا بتصور عن هذا الأمر. أهلا وسهلا. لا شك أن أجمل الحوارات هي التي تكون غير مجهز لها طبعا بشكل معقد، وتكون بسيطة وتكون كما يقال على السجية. بالنسبة لتاريخ غرفة تجارة حلب، عراقتها تأتي من عراقة هذه المدينة. هذه المدينة الضارب أطنابها في تاريخ البشرية. هي مدينة أقدم مدينة عرفها الإنسان في هذا الكوكب. حلب لها مسميات عديدة: حلب الشهباء، وأكثر ما ينسب هذا لما كان يفعله إبراهيم الخليل حين يحلب أغنامه أو بقرته الشهباء ويسقي الناس الحليب، فقيل حلب الشهباء. مدينة فيها قلعة تكتب تاريخها، جددت 7000 قبل الميلاد، وليس لها تاريخ بناء دقيق، وإنما ما ثبت أنها قد جددت بتاريخ 7000 قبل الميلاد. اسمح لي هون بمداخلة. هنالك من يقول أن دمشق هي أقدم مدينة في العالم مأهولة في السكان،
واليوم حضرتك ذكرت حلب. طبعا دمشق وحلب هن عبارة عن القلب والعقل لجسم واحد، لا نفرق بين دمشق ولا نفرق بين دمشق وحلب. إنما كان في تنويه منك كمان بأحد الجلسات بأنه دمشق أقدم عاصمة عرفتها البشرية. تمام التمام. فإذا أردت أن تأخذ نظام وكيف عرف الإنسان النظام وكيف عرفت الدولة معنى الدولة، فعليك بدمشق، فهي أقدم عاصمة عرفتها البشرية. أما حلب فهي أقدم مدينة مأهولة في العالم، والفرق بينهما في أغلب المراجع من 3000 إلى 6000 عام. تمام. التاريخ جيد، علينا أن نتكلم في الحاضر إن شاء الله. غرفة تجارة حلب قدمها من قدم طريق الحرير. طريق الحرير أنت تتكلم بمئات بل ما يتجاوز 1000 و1500 سنة. بداية طريق الحرير وبداية تبادل الاقتصادي ما بين الشرق الأقصى والأدنى وما بين أوروبا، وكانت العقدة الأساسية في هذا الطريق هي مدينة حلب. أسست غرفة تجارة حلب يمكن في العام 1600 تحت اسم شهبندر التجار، ثم جدد اسمها في العام 1732 باسم شيخ الكار، وأسست بما يعرف باسم غرفة تجارة حلب بمرسوم عثماني عام 1885، وهي قائمة إلى الآن. تعنى غرفة تجارة حلب بآلاف التجار. كان العدد قبل أن تكون الثورة المجيدة حوالي 38,000 تاجر منتسبين لغرفة تجارة حلب، لكن مع الأسف هذه الأزمة وما فعله النظام من قوانين ظالمة وفاسدة أدى إلى تراجع هذا العدد وهجرة التجار إلى خارج البلاد، مما أصبح العدد قبل انتصار الثورة 3000 تاجر. والجدير بالذكر أننا خلال هذه الأشهر السبعة بعد انتصار الثورة بفضل الله تعالى تضاعف هذا العدد 200%، وهذا دليل عودة الثقة وعودة التجار إلى المدينة لمباشرة أعمالهم، وهي باكورة العودة وباكورة النصر إن شاء الله. وهذا ما نحث عليه أهل المدينة من تجار وصناع، فلا بد من أن تقوم البلد بأبنائها، فلا يبنى بلد إلا بجهود أبنائه. تمام. بدي أحكي عن دور الغرفة. الحقيقة أكيد دور الغرفة بهي المرحلة ما بعد السقوط هو دور كبير وهام. برأي حضرتك ما هو دور غرفة تجارة حلب في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالإطار التنظيمي بداية لأعضائها ومنتسبيها، ومن ثم ما هو دورها في مسار الاقتصاد الوطني بشكل عام، لأن حلب هي جزء من نسيج الوطن الاقتصادي؟ لا شك أن الأسس التي أسست من أجلها غرفة تجارة حلب هي أن تكون ميسرة وخادمة لأمور التجار ومعايشة لمعاناتهم وما يحتاجون من تيسير في الحركة السلسة للبضائع، وأن تكون صلة وصل بينهم وبين الإدارة الحكومية من وزارة التجارة التي هي تابعة لها بشكل إداري، ووزارة الصناعة والمنافذ البرية والبحرية. فغرفة تجارة حلب هي التي تعمل كوسيط يمثل مصالح التجار الذين قد يصل عددهم إن شاء الله في السنوات القادمة إلى أكثر من 50,000 تاجر في المدينة. هذه الحركة
التي إن شاء الله سيكون لها شأن عظيم. فحلب تشكل 65% من صناعة النسيج في سوريا، وكذلك من الصناعات الدوائية، وهي وزن ثقيل في ميزان المالية عبر كل الحكومات التي مرت على هذا البلد. فحلب ترفض الميزانية المالية لأي دولة مضت في هذه البلاد أو حكمت في هذه البلاد من نسبة 42% إلى 55%. ما شاء الله. موارد الدولة تأتي من حلب، من حركة تجارية وصناعية وضرائب. لا شك أن هذه الحركة تشكل حافزا لتوارد الناس إلى حلب وطلبها لليد العاملة عبر المعامل وعبر الحركة التجارية التي ترفض المعامل. حلب مدينة ملؤها الحركة. زارها وزير ياباني في السبعينات، وبعد أن وصل إلى اليابان قال: لقد عدت لكم من يابان الشرق الأوسط. ممتاز. حضرتك حكيت يعني بحديثك سابقا حول موضوع، هلا أنت أسقطت على موضوع رؤية دور حلب في الاقتصاد الوطني بشكل عام. أنا بريد أعرف من حضرتك حاليا ما هي الإجراءات الإسعافية يلي قام فيها مجلس الإدارة. طبعا أنا ببارك لحضرتك ولمجلس الإدارة الجديد تولي مهامه بفترة ما بعد السقوط، وإن شاء الله أجدد هذه المباركة، وإن شاء الله أجدد دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق. ولكن حابب أعرف من حضرتك ما هي الإجراءات الإسعافية التي قمتم بها من حيث تشجعون التجار على موضوع إعادة ارتباطهم بغرفتهم وببيتهم التجاري، غرفة تجارة حلب. طبعا كان أكثر ما يقلق التجار ويضيق عليهم أن يلزم التاجر حين يريد الانتساب إلى غرفة التجارة في حلب أن يلتزم بتسجيل عمال في التأمينات. للدرجة الرابعة عامل، للدرجة الثالثة عاملين، للدرجة الثانية 3 عمال، وللدرجة الأولى والممتازة 4 عمال، أو عدد مثل هذا. لن ندقق فيما كان مفروضا عليهم، وكان هذا يزعج التجار، فإن منهم من ليس لديه إلا مكتب وعامل واحد، والباقي هو ليس بحاجة إلى أكثر من ذلك. نعم. إذن جعل ذلك من غرفة التجارة كجابي لمؤسسة التأمينات، وهذا لا يليق بغرفة التجارة ولا يليق بمؤسسة التأمينات. فإنما كان من العدل ومن الحق أن تقوم غرفة التجارة بعد حصول التاجر على السجل التجاري أن تسجله، ثم تقوم التأمينات الاجتماعية إلى زيارة مقر هذا الشركة أو هذا المعمل أو هذا المصنع أو هذا المتجر، وحينها يتم تسجيل ما فيه من عمال. هذا طبعا سهل على التجار، بل وأكثرهم من الذين يمارسون التجارة الإلكترونية، وهو ليس بحاجة إلا إلى مكتب وحاسب، وقد يكون بحاجة لشخص واحد يقوم بالخدمة في المكتب. طبعا وهذا ما هو متعارف عليه دوليا، أن لا يلزم التاجر إلا بما فعلا هو بحاجة إليه من موظفين أو عمال. سمعت من حضرتك أو نقل من حضرتك حديث بيقول إنه سرعة تسجيل السجل التجاري وعضوية الغرفة يتجاوز حاليا سرعة أهم الدول في استقطاب الاستثمارات، وحكوا عن موضوع 2 فقط يكون الشخص اللي راغب بانتساب إلى غرفة التجارة يكون عضوا، خلينا نفترض يوم. فأرجو التأكيد من حضرتك بهذا الأمر. طبعا لا شك أن هذا الواقع فعلا. ففور حصولك على عقد آجار لأي عقار تجاري أو عقد ملكية لأي عقار تجاري، تتوجه إلى السجل التجاري، تحصل عليه خلال ساعة أو ساعتين، ذلك حسب الدور الموجود في السجل. ثم تنطلق بعدها إلى غرفة التجارة،
وقد لا تتأخر أكثر من ربع ساعة أو نصف ساعة، أيضا حسب الدور الموجود في الغرفة، فتحصل على عضوية غرفة التجارة وهويتك في الانتساب إلى غرفة التجارة. وهذا طبعا لا شك أنه يعرفه الكثير بل الآلاف من التجار الذين قاموا بهذا العمل في هذه الأشهر الستة التي مضت. الله يعطيكم العافية. بدي أسأل حضرتك سؤال حول الأشخاص أو الشركات أو رجال الأعمال يلي راغبين بالدخول إلى السوق السورية، قد لا يكون لديهم مكان تجاري. شو رؤية غرفة أو ما هو رؤية غرفة تجارة حلب لاستقطاب هذه الاستثمارات، أو بالأصح لتنميط الأعمال التجارية التي تكون في الظل، في اقتصاد الظل، وبحاجة أنه تنقلها إلى اقتصاد رسمي معنون؟ ما هو دور الغرفة وشو رؤيتكم بهذا الأمر؟ طبعا نحن نسعى لترخيص ما يشار إليه بسمارت أوفيس، فقد تستطيع أن تؤسس لصالة تجارية بمساحة مثلا 800 متر أو 1000 متر، وتكون تحوي على 100 شركة يعني أو 80 شركة مقسمة. نعم. تأخذ أرقام تجارية وعناوين تجارية، بموجبها يتم المراسلة ويتم التعريف ويتم التكليف المالي، كما هذا معروف في كثير من الدول. أما بالنسبة إذا كنت تشير إلى العمل المنزلي، فإلى الآن هذا ليس مؤصلا وليس مؤسسا. لا ندري، قد تقوم الجهات المعنية بتأصيل أو تأسيس مثل هكذا أعمال. بتوقع هذا الأمر حاليا هو مناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأنا سمعت أنه ممكن يكون رايحين باتجاه قانون ممارسة الأعمال من المنزل. وطبعا في هذا الأمر شيء متعلق بموضوع وزارة الاتصالات والتقنية، أطلقت من فترة، طبعا أنا ما بدي أخذ دور الحوار ولكن بس لعنون هالجزئية، أطلقت من فترة منصة اسمها منصة الشركات الناشئة، وعم يوضعوا معايير خاصة رواد الأعمال حتى يستفيدوا من هاي المزايا. هذا ردت أني عنون له وأشير له. بدي أحكي مع حضرتك، اسمح لي، بجانب مهم جدا، هو الترويج للمنتج المصنوع في حلب أو المتاجر به في حلب، أو الترويج للخدمات في حلب كغرفة حلب. ما هو دور الغرفة في دعم صناعة المعارض في حلب؟ لا شك أن حلب تفتقد لمعرض أو لمدينة معارض تخدم صناعتها وتجارتها، وتخدم مركزها الاستراتيجي المتواجد ما بين تركيا التي هي بوابة أوروبا والعراق وشرق وشمال شرق البلاد، إيران وروسيا وأذربيجان ودول شرق آسيا. فهي بحاجة جدا إلى مدينة معارض. نقوم الآن وبشكل جدي على تأسيس مدينة معارض ستكون إن شاء الله بمساحة 320 ألف متر مربع، تكون إن شاء الله قريبة من المطار، مطار حلب الجديد على طريق الشام، في منطقة قريبة من عقدة. هنحكي شوي على موضوع المطار بعدين، تفضل. في منطقة العقدة ما بين طريق باب الهوى الجديد، لتخدم كل من مدينة حماة وإدلب والمدخل إلى تركيا، وكذلك حلب والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية. وسيكون لهذا المعرض أو هذه المدينة، مدينة المعارض، أثر كبير جدا على الصناعة والتجارة في الجمهورية العربية السورية وفي حلب والمدن المحيطة بها إن شاء الله. ولا شك أن سيكون أيضا للمطار الجديد الذي سيكون باستطاعة استقبال 15 مليون مسافر في العام، أيضا أثر كبير إن شاء الله في تخديم هذه المنطقة الوسطى والشمالية من بلدنا الحبيب.
طبعا حضرتك بتعرف انه نحن حوارنا ما هو حوار مرتبط بأسئلة منمطة او أسئلة معدة مسبقا حقيقة، ولكن سبحان الله كنت مرتب هيك بعض الرؤوس الأقلام اللي كنت ناوي أحكي مع حضرتك فيها، ولكن بخلال حوارك جرى تقديم شيء وتأخير شيء فيما يتعلق بموضوع الاستفسارات أو الحوار اللي نحن اليوم بصدده. فيما يتعلق بموضوع المطار بالدرجة الأولى أو ما قبل المطار، موضوع مدينة المعارض، هل موضوع المساحة اللي حضرتك ذكرتها 320 ألف متر ستكون متى ممكن نحن نحدد لها زمن؟ وهل ممكن يكون في مرحلة سابقة تأهيل مكان معين مؤقت ريثما يتم إعداد هذه المدينة؟ تعرف حضرتك المدينة يعني يتناول بها مواضيع البنية التحتية والتراخيص الإدارية وبعض الأمور، فخوفا من أي عملية تأخير في السياسات أو في الإجراءات، وأنا أعلم أن الحكومة جادة بهذا الأمر، ولكن حتى يتم هذا الأمر بشكله الكامل في إجراء ممكن ينعمل بتأهيل أو تحديد مدينة أو شبه صالة أو كذا متعلق بموضوع المعارض؟ لا شك أن هناك أيضا مشروع معرض يخدم حلب بشكل سريع وأجل قريب، قد لا يتجاوز العام أو العام والنيف. طبعا هناك عدة مناطق مطروحة في هذا الموضوع، ومنها المنطقة التي بين ما بين دوار الليرمون ودوار الجندول. ممكن إنشاء معرض كبير قد تتجاوز مساحته 10,000 متر مربع، ويكون محتوٍ لكل الصناعات والمنتجات التجارية. طبعا وهناك أيضا منطقة ثانية، هناك أصلا منطقة مخصصة داخل مدينة الشيخ نجار لكي تكون مدينة معارض للمدينة الصناعية، ممكن الاستعانة بها ريثما ينتهي التخطيط لمدينة المعارض الكبيرة التي نأمل ألا تتأخر أكثر من 3 سنوات. بحديثك عن موضوع الشيخ نجار والمدينة الصناعية بالشيخ نجار، حأترك لك الحديث لتخبرنا حول المستجدات في مدينة الشيخ نجار، المدينة الصناعية، المعوقات الموجودة الحالية. الحقيقة نحن بنفوت على مدينة الشيخ نجار بنشوف مساحات في الكتلة الأولى والثانية والثالثة، مساحات جغرافية دون ما يكون فيها بناء، وبنفس الوقت في عنا ضغط على موضوع الأبنية. فأرجو تعملنا إحاطة حقيقة وبكل شفافية حول طبيعة اليوم مدينة الشيخ نجار الحالية والرؤية المستقبلية، وما هي الإجراءات الإسعافية اللي عم تكون فيها. طبعا نتكلم الآن في هذا الموضوع وهو ليس من اختصاصي أن أفصل به، لكن من المعلوم لدينا أن هذه الأراضي حين خصصت لتكون فعالة بعد 2 أو 3 أعوام، لكن ما حدث في البلاد كان فترة استثنائية لا بد لنا فيها من أن نعذر جميع المالكين، وقد وجه لهم إنذار على أن يقوموا بالبدء في تفعيل هذه الأراضي أو هذه القطع التي خصصت لتأسيس شركات ومصانع، طبعا تحت طائلة أنه إذا لم يتم هذا عبر تاريخ محدد فسوف يتم سحب هذه الأراضي وتوزيعها لصناع أو تجار جادين فيما بعد. طبعا لا شك أن الآن قد فتح الاكتتاب منذ عدة أيام. اسمح لي أقاطعك بهي الجزئية، موضوع سحب هذه الأراضي حتى ما يحسب علينا هذا الأمر. السحب، ما هو المقصود بالسحب؟ يعني هل سيصدر تشريع ملزم لأصحاب الملكيات التي لم يتم أصحابها استثمار هذه الأراضي؟ هل أرجو توضيح هذه النقطة. أظن أن هذه الأراضي أصلا قد وزعت بهذا الشرط، أصلا قد تملكها الإخوة وكتبوا عقودها على أن يتم استثمارها والبناء بها خلال 2 أو 3، وهذه الفترة إذا انتهت
يحق للجهة المانحة لهذه الأرض استعادتها. إذن هذا الأمر هذا طبعا في الصيغة أمر التعاقدية بين المستثمر وبين صاحب نعم، مانح الاستثمار. وهو قانون أساسي في التخصص في هذه الأراضي. تمام. كما هو الآن أيضا في الأراضي الجديدة، تستطيع أن تتخصص في المساحة التي تريد أو التي تحتاج، ولكن عليك أن تباشر العمل وأن تنتهي خلال عام أو عامين، تكون من المستثمرين. لأن أصلا الهدف من توزيع الدولة لهذه الأراضي بهذه الأسعار الرمزية وبهذا التقسيط الطويل هي تيسير حركة الصناع وتشغيل اليد العاملة وتقليل البطالة في البلد وتدوير عجلة الاقتصاد. إذن في عملية تقسيط للمقاسم الذي يرغب بموضوع، لا شك حسب معلوماتي وهي تحتاج إلى تدقيق، أن السعر النقدي حوالي $35 للمتر المربع و$41 تقسيط 5 سنوات. ممتاز ممتاز. حضرتك ذكرت موضوع المطار الجديد، خلينا نحكي عن المطار القديم بداية. كيف الوضع حاليا في المطار القديم؟ طبعا لا شك أن المطار القديم هو هاجس أهل حلب جميعا. هذا المطار الذي دخل التاريخ فأصبح أهله يتبادلون النكات والفكاهات حوله، ومتى سيعمل هذا المطار، ومتى سيكون هذا المطار صالحا لنزول كل الشركات الدولية والعربية والعالمية. طبعا الكلام حوله كثير، لكن للأسف أنه حين حصلت الأزمة أو الحرب التي بين إسرائيل وإيران اكتشف أهل حلب وأفاقوا بعد 48 ساعة أن المطار قد اشتغل. نعم. فتفاجأوا جميعا أنه كيف تم شغل هذا المطار خلال 48، وكانت هناك معلومات تقول أنه لا يمكن، وأنه هو بحاجة إلى إصلاحات وهو بحاجة إلى أجهزة. طبعا لا شك أنه بحاجة إلى أجهزة هبوط ليلي، ومثل ما بقولوا مدارج مجهزة، وهو مطار صغير لا يتحمل الضغط الكبير، ولكنه الحقيقة تبين أنه مطار صالح وصالح لهبوط الكثير من الطائرات. حتى هذه أجهزة الإضاءة الليلية أو التيسير للهبوط الليلي أيضا هي ليست هي العقبة التي لا يمكن حلها. أظن أن هذه الأزمة قد أسست لحلول ستكون سريعة إن شاء الله كما وردنا من الإخوة في هيئة الطيران في الجمهورية العربية السورية. فإن شاء الله تعالى نبشر أهل حلب أنه قريبا سيكون هذا المطار فعالا لكل الشركات بإذن الله تعالى. وموضوع المطار الجديد، أما المطار الجديد الذي قام بافتتاحه السيد المحافظ السيد عزام الغريب، فهو مطار تستطيع أن تسميه القديم الحديث. هذا المشروع سمعت من مهندسين في البلدية أنه منذ 15 عام، بل منذ 25 عام. فإن شاء الله سيرى النور كما تمت الوعود خلال 3 إلى 5 أعوام. سيكون مطارا دوليا يليق بحلب والمدن التي تحيط بها، والعقدة التي تمثلها هذه المدينة، والحركة التجارية والصناعية التي تحظى بها، والتي هي من مواصفات هذه المدينة. إن شاء الله تعالى سيكون هذا قريبا. خلينا نرجع شوي لموضوع غرفة التجارة. ردت أعرف من حضرتك مسألتين الحقيقة. المسألة الأولى تتعلق بما أورثه النظام الساقط من سياسات فاسدة ومن إجراءات تعقيدية عقدت التجار وأبعدتهم عن غرفهم. هل في إجراءات داخلية قام بها مجلس إدارة الغرفة وأنت تمثلهم بصفتك رئيسا للمجلس، من إجراءات لحتى تضمن
أن تكون المعاملات تجري بشفافية وبنزاهة، وأن لا يكون هنالك باب للفساد ينعكس هذا الباب على أعضاء المجلس وعلى المسار العمل التجاري أو من يمثلونه بصفة عامة. لا شك أننا قمنا بإجراءات هي فصل الكثير ممن قد تلوثت أيديهم أو سمعتهم بهذا الموضوع، موضوع الفساد الذي مع الأسف كان مستشريا في النظام البائد، بل كان مؤسسا له، حيث أنه كان سمة عامة في هذا النظام البائد. لا شك أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الصبر وكثير من العمل وكثير من الإخلاص وكثير من التوجيه، لكي لا نكون ظالمين لإخوتنا وأهلنا وشعبنا الذين هم فيهم البركة والخير إن شاء الله. اجتمعت أنا شخصيا بكل الموظفين لدينا ووجهنا لهم كما يقال توجيها واضحا جدا أنه لا يمكن أن نقبل بالفساد، لا بقليله ولا بكثيره ولا بصغيره ولا بكبيره. طبعا استعنا أيضا إن شاء الله، سوف نقوم بزيادة الرواتب، قمنا بزيادتها تقريبا 100%، وسنقوم قريبا أيضا بزيادتها لكي نصل بموظفينا وعمالنا إلى الكفاف. فهذا هو ديننا، دين عدل ودين حق، وأن لا نكلف النفس إلا وسعها. إن شاء الله نحن نسعى جميعا إلى أن يكون الموظف مكتفي حتى لا يفكر ولا يتطلع إلى الفساد. فهذا ديدن كل الدول المتقدمة وكل الدول العادلة، وهو من صلب ديننا أن تكفي هذا الإنسان وأن تصله إلى مرحلة الكفاف فلا يفكر في الفساد. الله يكتب الخير. بخصوص موضوع الاستثمارات في الغرفة، يعني فندق الأمير أو الأسواق التجارية التي لها للغرفة حصص فيها، ما هو وضعها بالنسبة لموضوع الأراضي المشتركة أو المتنازع عليها أو التي لها شركاء؟ يعني حبذا هيك أنه تعطينا تصور عن هذا الأمر. لا شك أن هناك أملاك للشركة التجارية لغرفة تجارة حلب، ومنها فندق أمير، وهو ملك كامل ليس لأحد فيها شراكة، أي 2400 سهم لغرفة حلب التجارية. الآن بعد أن قام النظام بتخريب الإكساء في هذا الفندق من أبواب وحمامات وأسرة وما إلى ذلك، يحتاج الفندق إلى 5 أو 6 ملايين دولار لكي يكون مؤهلا كما يقال على المفتاح. نحن نعد الآن دفتر شروط إن شاء الله في الأيام، سيطرح على الاستثمار طبعا في الأيام القليلة القادمة سيكون دفتر الشروط حاضر، وسيتم طرحه من خلال مؤسسات وهيئات الاستثمار في بلادنا، وسيكون هناك معرض للسياحة، معرض الدولي للسياحة في مدينة المعارض في دمشق. إن شاء الله سيكون هناك جناح مخصص لعرض استثمار فندق أمير. نأمل من الله عز وجل أن يكون هناك عقد مشرف ويعود فيه الخير على الغرفة التجارية وعلى التجار وحول في الأسواق. مدينة حلب. أما الأسواق فللأسف الشديد أيضا كانت عقود مجحفة ظالمة لا تعود بالفائدة أبدا على الغرفة. كانت مؤسسة أصلا هذه العقود كانت مؤسسة على الفساد، هي تراجع الآن كلها قانونيا وتراجع تجاريا، وأيضا سيكون لكثير من الأسواق عرض ودفاتر شروط للاستثمار. فنأمل من الله عز وجل أن يكون هناك أيضا فرص استثمارية لهذه الأسواق تعود بالخير والنفع على المستثمر
وعلى الغرفة إن شاء الله. هل في عقارات أو مواقع متنازع عليها أو شركاء الغرفة مع؟ لا شك أن ليس لغرفة حلب شركاء إلا مجلس المدينة. طبعا الآن الحمد لله هم إخوتنا ونحن متفاهمون جدا، وإن شاء الله سنقوم بطرح دفاتر شروط هذه الأسواق وهذه المحال، ويعم الخير على المستثمرين وعلى المالكين على حد سواء. طبعا نحن اليوم موجودين باسطنبول، أكيد وجودنا في اسطنبول إن كان أنا بشكل شخصي أو حضرتك أتت متزامنة مع انعقاد اجتماع اتحاد الغرف العربية، وبعرف أنه اليوم كان في مشاركة لحضرتك ومشاركة فاعلة في هذا الأمر، وبإضافة إلى نشاطات لاحقة. يعني متروك الهواء لك تحكي لنا عن هذه الزيارة وبكل شفافية، تحكي لنا عن ما جرى من زيارات إلى المدن الصناعية وغيرها. والحقيقة هذا الأمر يعني أنا تحت الهواء كنت عم تحكي إنه صرنا 4 أيام ما في نوم، فالحمد لله رب العالمين. هذا كله سعي في قضاء حوائج الناس، وسعي إن شاء الله تعالى في إثبات مقدرة الإنسان بمفهوم الكفاءة والفعالية. الله يكتب الخير إن شاء الله تعالى. الهواء لك، تفضل أستاذ. طبعا الحمد لله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا شك أننا نقوم الآن بحركة تواصلية مع كل البلدان المحيطة، فقد استقبلنا القنصل التركي والسفير الإيطالي في مقر غرفة التجارة منذ أكثر من شهر، وكان بفضل الله هناك لقاءات قد أو سوف يتمخض عليها قرارات تكون في صالح حركة التجار والبضائع وانسيابها بين البلدين على المعابر البرية والبحرية. كذلك تفعيل مطار حلب بجهود متناغمة بين الحكومتين السورية والتركية وبعض الدول أيضا المهتمة في هذا الموضوع. طبعا حضرنا أيضا منذ أكثر من 20 يوم مؤتمر في مرعش للغرف التجارية والصناعية وبورصة مرعش. كان أيضا لهذا المؤتمر أثر كبير في توجيه وتعريف التجار والصناع الأتراك بما تذخر به حلب من فرص استثمار تجارية وصناعية، وكذلك كل الجغرافيا السورية. فلا شك أن القرب الأتراك من حلب يجعل لديهم تفضيل أن يستثمروا، ولكن الحقيقة الفرص أيضا موجودة في دمشق، وموجودة في اللاذقية، وموجودة في حمص، موجودة في حماة، موجودة في دير الزور. لا شك أنها تتفاوت ما بين مدينة وأخرى، ولكن هناك فرص واعدة جدا للاستثمار في كل المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والزراعية والثقافية. سوريا قد مرت عبر هذا الفترة أو هذه العقود الخمسة بتدمير ممنهج، وهي بحاجة إلى إعادة إعمار البلاد وإعمار الإنسان، وإن شاء الله لن نألو جهدا جميعا. وهذا البلد أكثر ما يذخر من ثروات به هي الثروة البشرية. الحمد لله لدينا شعب حي، لدينا شباب واعدون جدا، لدينا شابات واعدات جدا، لدينا جيل لم يستطع كل هذا الظلم وكل هذا القهر أن ينال منه. لقد أثبتوا وجودهم بفضل الله تعالى في كل بلاد المهجر وفي كل بلاد الغربة، ولا شك أنهم سيثبتون أيضا وجودهم في بلادهم، فهي أولى بهم. نحن إن شاء الله سنكون عونا لهم، وسنكون عونا لدعم هذه المشاريع الاستثمارية التجارية والصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة إن شاء الله. طبعا كان هناك تفاعل كثير من تجار وصناع مدينة مرعش، ومن كان قد حضر المؤتمر هناك يدرك ذلك. ثم منذ 3 أيام كنا في إزمير وحضرنا مؤتمر غرف التجارة العربية التركية، وكان لكل المتحدثين تركيز على 3 نقاط: هي تيسير حركة
التجار والصناع، بل وكل المستثمرين من كل البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكذلك انسياب وتسهيل حركة تبادل البضائع عبر أيضا المعابر البرية والبحرية. سيكون لهذا المؤتمر إن شاء الله أثر عظيم وآثار على أرض الواقع، كما تم الوعود من كل رؤساء الوفود ورؤساء الغرف في كل البلاد التي كانت مشاركة. فهم جميعا يدركون معنى التعاضد والتعاون. هذا سيعود بالنفع على الجميع إن شاء الله، وسيخلق إن شاء الله عصبة تجارية صناعية لها وزنها في العالم ويحسب حسابها إن شاء الله. نأمل ذلك قريبا إن شاء الله. اسمح لي أعقب بهي الجزئية. سابقا كان في عندك عبارة عن مؤتمرات تجمع الدول العربية والدول الأخرى، ولكن سبحان الله ما كان في استجابة من القيادات السياسية اللي كانت قائمة أو الاقتصادية التي كانت قائمة من النظام البائد. فكانت عبارة عن هذه الجهود تصب في خانة الجهود المبعثرة، وكان في سعي، هذا السعي كان سعيا محمودا وإنجازا غير ملحوظ. فالحمد لله نسأل الله بهذه من بعد فترة النظام الحالي وسوريا الجديدة، نسأل الله عز وجل أن تكلل هذه الجهود بالخير والبركة. بدي أحكي مع حضرتك بجزئية وبكل شفافية، كيف لقيت الانطباع من قبل القيادات الغرف العربية ورؤساء الغرف العربية والتجارية اللي كانوا حاضرانين للمشاركة السورية في العهد الجديد، وما كان دور اتحاد الغرف بصفتك أنت اليوم حضرتك رئيس غرفة حلب وتعتبر نائب لرئيس اتحاد الغرف. أتمنى أن نذكر ماذا جرى في هذا الاجتماع وكيف كان دور اتحاد الغرف ممثلا بالسيد رئيس الاتحاد الأستاذ علاء علي. ما هو كان الدور؟ يا ريت تعطينا هيك إحاطة إذا سمحت. ما شاء الله أخونا أستاذ علاء العلي كانت كلمته واضحة ومحفزة، بل كان يضع النقاط على الحروف في موضوع سن القوانين التي تيسر حركة التجار والصناع والبضائع كما ذكرنا، وكان يحض على الانتقال من القيل والقال إلى الفعل على الأرض. وهذا هو ديدن هذه الحكومة بفضل الله تعالى، أننا كنا في النظام البائد نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، أما الآن فبفضل الله تعالى كل المسؤولون من وزراء ومن رؤساء اتحادات ومن رؤساء غرف لا يألون جهدا ليلا أو نهارا ليقوموا بعمل يكون واضحا ويكون ملموسا على أرض الواقع في كل المجالات التجارية والصناعية والثقافية والزراعية. إن شاء الله تعالى يديم علينا هذا النشاط وييسر لنا فعل الخيرات يا رب. وإن شاء الله سيكون، وأبشر الجميع بأن البلد بإذن الله تعالى في تقدم ملحوظ مستمر. فمن يغيب عن سوريا شهر ثم يعود يدرك الفرق ما بين ما ترك سوريا وما عاد إليها. فرق إيجابي طبعا لا شك أن الفروق إيجابية، وقلت أنا من يغيب ويعود يلمس فورا هذا الفرق. إن شاء الله الأمور على خير. أبشر الجميع بأننا بإذن الله تعالى نحو نهضة عظيمة سائرون، لكن يحتاج الموضوع، وأكرر هذا، لكثير من الصبر وكثير من العمل وكثير من الإخلاص وكثير من التعاون. نعم. طبعا علمنا بأنه إحدى مخرجات هذا التعاون السوري التركي في المجال الاقتصادي هو زيارة السيد رفعت أوغلو رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التركية والبورصات مع فريق من مجلس إدارة الاتحاد إلى سوريا، وأنهم عقدوا اجتماعا مع السيد الرئيس أحمد الشرع. ممكن بس هيك تعطينا إحاطة صغيرة عن هذا الأمر؟ لا شك أن هذا الاجتماع الذي قام به السيد رفعت حصار جيكلي أوغلو من خلال زيارته إلى دمشق باللقاء بالسادة الوزراء
والسادة رؤساء الغرف التجارية والصناعية. لا شك أنه سيتمخض على قرارات تيسر إن شاء الله كما ذكرنا. الهدف الأساسي من كل هذه التحركات وكل هذه التواصلات هي حركة رجال الأعمال والتجار والصناع، وبشكل عام التبادل التجاري والصناعي بين هذه الدول، مما يعود إن شاء الله بالخير على العميم على الجميع، وتحريك عجلة الاقتصاد في مجالي الصناعة والتجارة. واللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع كيف كان؟ وأيضا قد اختتم هذا اللقاء بلقاء السيد الرئيس أحمد الشرع الذي شد على أيديهم وبارك هذا النشاط، وأيد كل من يقوم في سبيل تحريك عجلة الاقتصاد في بلدنا العزيز. يعني فينا نقول بعد فترة حيكون ما في تأشيرة دخول لرجال الأعمال بين البلدين، أو ستكون ميسرة بالمرحلة الأولى إن شاء الله؟ هذا ما قد وعدنا به إن شاء الله من قبل مسؤولين كثر من الحكومة التركية، من بينهم السيد القنصل التركي في حلب السيد معمر. طبعا هم يسعون جميعا جاهدين، لأنهم يعلمون أن هذا التيسير وهذا التسهيل لحركة التجار والصناع والبضائع هو في مصلحة البلدين إن شاء الله. الحقيقة في كتير من التجار والصناعيين عندهم تخوف من هذا التعاون السوري التركي فيما يتعلق بالإغراق للبضائع التركية في سوريا. خلينا نحكي بكل شفافية، هل هذا الأمر له آلياته وله إجراءاته التي تمنع عملية الإغراق وتعزز التبادل والتجارة البينية؟ يعني لا يكفي أن يكون التعاون من طرف واحد، إنما وأيضا يتم انسياب البضائع السورية إلى الجانب التركي. لا شك أننا إذا قمنا كحكومة بدعم الصناع والتجار لن يكون هناك إغراق، ودراسة قوانين التبادل التجاري بيننا وبين الإخوة الأشقاء الأتراك. لا شك أن التبادل التجاري المتواجد الآن بين أوروبا وبين تركيا وبين أفريقيا وبين تركيا وبين أمريكا وبين تركيا وبين كل بلاد العالم، تركيا تصدر مليارات الدولارات، فلماذا نكون نحن الحلقة الأضعف ونحن نمتلك إن شاء الله بنى تحتية وتجار وصناع على مستوى العالم؟ لا أريد أن أكون مقزما لتجارنا وصناعنا، هم يستطيعون المنافسة على مستوى العالم، هم لا يقلون شأنا عن أي دولة في العالم، والإخوة الأشقاء الأتراك أصلا هم في جانبنا وهم في عوننا، هم لا ينظرون إلينا نظرة سوق استهلاكي، وإنما ينظرون نظرة تشاركية، بل والكثير منهم يقول نحن سوف نشارككم في مشاريع استراتيجية ستكون تعود بالحركة المالية على البلاد وفي محاربة البطالة وتشغيل اليد العاملة. فإذا لندرك جميعا أن أي مستثمر سواء كانوا من إخوتنا الأتراك الأشقاء أو حتى من إخوتنا الخليجيين أو حتى من إخوتنا الأوروبيين، هذا سيعود بالنفع عاجلا وآجلا. نعم، عاجلا وآجلا على البلاد في حركة المال والاقتصاد ومحاربة البطالة وتدوير عجلة الاقتصاد في البلد. الحقيقة أنا بتمنى من خلال هذا المنبر، طبعا أنا لست بموقع أن أقترح أو بما أني أنا محاور، ولكن الحوار متبادل. أنا بضم صوتي لحضرتك بهذا الجانب، وبنفس الوقت أتمنى أن يتم تأسيس أو تشكيل حالة شراكة لها علاقة باتفاقيات التعهيد بالتصنيع. بمعنى اليوم في تخوف حقيقي لدى بعض الصناعيين في النسيج في حلب وفي غير وبمحافظات أخرى والصناعات الجلدية، بمعنى أنه أن يكون هنالك إغراق للمنتجات مماثلة في المواصفات أو في التصنيع، وبالتالي يتم إضعاف أسواقهم. فأتمنى أن يتم تأسيس حالة اتفاقية التعهيد بالتصنيع، أن يتم تصنيع داخل سوريا، الجانب التركي يورد المواد الأولية بهدف التصنيع والإعادة، ومن ثم يتم تحريك
طبقة الصناعيين من خلال وتشجيع عدم المطالة بهذا الأمر من خلال هذه الاتفاقيات. أتمنى يعني أن يكون صوت الغرفة حلب بهذا الاتجاه ومناصرا. هذا ليس تمني، هذا هو مطلب تركي. فقد كنت البارحة في زيارة غرفة تجارة إسطنبول، وكنا في اجتماع مع السيد شكيب أفغا جيتش، وكان من بعض ما طرح في هذه الجلسة المباركة أنه قال نحن على استعداد في الدخول بشركتين أو 3 على مستوى العالم في صناعة الألبسة. هذه الشركات ستكون تشاركية مع الأخوة السوريين، وستكون بعمالة سورية وحركة رأس مال يستفيد منه الجمهورية العربية السورية، وستكون أصلا هذه المنشآت الضخمة الإنتاج في أغلب إنتاجها في أكثر من 90% منه هي للتصدير لجميع أنحاء العالم، وهذا مما يحرك عجلة الاقتصاد لدينا ومحاربة البطالة. نحن يجب أن لا ننتظر وأن لا ننظر في تخوف لا إلى الإخوة الأتراك ولا للأخوة الأوروبيين ولا إلى الإخوة الخليجيين أن استثماراتهم هي من ستوقف عجلتنا، بل على العكس تماما. هذه الاستثمارات سوف تزيد من حركة الاقتصاد والصناعة في هذا البلد، وسوف ترفع الجميع إلى مستوى أعلى، وسيكون هناك تنافس. ولن نتوانى جهدا نحن كحكومة وكغرفة تجارة في حلب على دعم صناعنا وتجارنا. نحن نخطط إن شاء الله إلى أن تكون الطاقة بأسعار مماثلة لدول الجوار على أقل تقدير. فلا شك أن الاتفاقية التي تم توقيعها في مجال الطاقة بين أمريكا وقطر وتركيا سوف تجعل سوريا خلال 2 أو 3 بلد مصدر للكهرباء. كلمة مصدر للكهرباء أي أننا سننتج وسنغذي صناعنا وتجارنا بكهرباء هي أقل كلفة من دول الجوار. إن شاء الله نأمل ذلك إن شاء الله تعالى. نأمل أن يتحقق المستهدف من هذه الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات، وأن تنعكس فعلا على انخفاض أسعار الطاقة اللي هو حقيقة الحامل الرئيسي لنهضة الصناعة في سوريا إضافة إلى التصدير. أنا ردت أعرج على مسألة أخرى من بعد إذن حضرتك متعلقة بموضوع أخوتنا الصناعيين والتجار الذين قاموا بالسفر خارج سوريا في فترة الحراك الثوري وفترة الضغوط التي كانت قائمة وسائدة من النظام البائد. طلعوا على مصر وعلى الأردن وعلى تركيا، واللي أتى منهم صناعيين من آل الشرباتي وغيرهم أتوا إلى حلب من فترة قريبة، وكنت حضرتك بتوقع في استقبالهم. ما كانت رؤيتهم حول عودة استثمارهم في سوريا؟ طبعا بالنسبة لرفع سقف التوقعات، نحن نعمل بمبدأ بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، ولكن لدينا ما نرتكز عليه. نحن نملك قوة ديموغرافية إن شاء الله هي من أقوى القوى في العالم. نحن نملك ثروات كثيرة كانت مهدورة وكانت مسروقة، وهي إن شاء الله ستكون في أيد أمينة وستعود بخير كثير على شعبنا وبلدنا. بالنسبة لإخوتنا التجار والصناع الذين في الحقيقة نشهد لهم ويشهد لهم الجميع أنهم حققوا تجارب عظيمة ورائدة، وكانوا على مستوى البلاد التي هاجروا إليها وأثبتوا وجوههم في مشاريع عملاقة أصبحت تشكل رقما في تلك الاقتصادات، سواء في مصر، سواء في أوروبا، سواء في تركيا، سواء في أمريكا، سواء في شمال إفريقيا. لقد بيضوا وجوهنا، بيض الله وجوههم، وهم الآن كما صرحوا لي ينوون العودة إلى بلادهم وفتح هذه المشاريع بل وتجديدها، بل هم ينوون أن يخرجوا كوادر وعمال بتقنية جديدة. فهم يريدون
إنشاء تخريج كوادر جديدة تستطيع التعامل مع خطوط الإنتاج التي أصبحت الآن لديهم. فقال يجب أن نقوم بدورات تدريبية، وهم يدعمونها أيضا من مالهم الخاص، لتدريب وتخريج عمال ومهنيين وإداريين يكونون على المستوى الذي وصلوا إليه الآن في تلك البلاد. أنا أبشركم إن شاء الله الحركة هي في تقدم وهي في تسارع، ولدينا ما نرتكز إليه إن شاء الله، وعسى أن يكتب الله لنا الخير جميعا. كان عندكم زيارة للمنطقة الحرة في أزمير حسب ما علمت، وعندكم زيارة كانت إلى جمعية رجال الأعمال موسياد. ممكن ناخذ هيك إحاطة حول منعكس هذه الزيارتين، وأيضا إلى المدينة الصناعية أعتقد في إزمير. ممكن ناخذ فكرة عن المنعكس هذه الزيارات وفيما يخدم الاقتصاد السوري، وفيما يخدم إمكانية استفادة من هذه التجارب في الداخل السوري. طبعا لابد أن نشير أن للإخوة الأتراك وخصوصا في هذه العقود الثلاثة التي مضت تجربة رائدة في المشاريع الاستراتيجية الصناعية، بل في مشاريع البنى التحتية من مدن طبية ومن إعمار ومن جسور وأنفاق وخطوط مترو ومطارات. لا شك أنهم حققوا قفزة على مستوى العالم وأصبحوا رقما صعبا في هذه الدول العظمى. فانتقلت تركيا خلال هذه الثلاثة عقود من رقم 117 إلى رقم 17، أي أنها ارتقت 100 درجة على مستوى العالم خلال 3 عقود، وهذا ما يجعلني متفائلا. فإننا نملك من الثروات ومن الموارد أكثر مما هو في تركيا، وهذا الفضل لله تعالى. وأعود وأكرر، وإن من أقوى الموارد التي لدينا هي الموارد البشرية. طبعا بالنسبة لزيارة المدينة الصناعية في إزمير، زرنا مصنعا كان عمره حوالي 2 سنين، وكان قد امتلك تقنيات كبيرة جدا، وهذا مما يسعدنا أننا صحيح قد ورثنا بلدا مدمر، ولكننا إن شاء الله سنقوم ببنائه في أرقى وأحدث ما توصل إليه العلم من صناعة وتجارة بإذن الله تعالى. أما زيارتنا للمنطقة الحرة في أزمير فأيضا هي تعكس التاريخ وتعكس الحركة التراكمية التي قامت بها هذه المنطقة الحرة من 100 أو 200 ألف متر إلى حوالي 3 ملايين متر مربع. طبعا إدارة المناطق الحرة الخاصة طبعا تماما. هي إدارة مناطق حرة خاصة، ولكن رأينا فيها هذا العمل التراكمي وهذا الجهد الذي كان على مدى 100 عام تقريبا. فقد أسس المؤسسون الأوائل البذرة وقام على سقايتها هذه الأجيال، فكان عملا رائعا، وأصبحت مدينة كاملة متكاملة جذبت كثير من الشركات الضخمة. فلديهم شركات في كل الاختصاصات، في الصناعات الغذائية والنسيجية والتكنولوجيا والصناعات التي ترفض الطيران وغيره. فإذا هذا يعطيك إن شاء الله نموذجا يحتذى به، أن تبدأ وأن تشعل شمعة خير لك من أن تلعن الظلام 1000 لعنة. هل توجد نية للتعاون ما بين المناطق الحرة الخاصة وهيئة المعابر والمنافذ لدينا؟ هل قمتم بإطلاق هذا شبيه لهذه المبادرة؟ لا شك أن هذه المشاريع مطروحة، ولكن هي تحتاج لاتفاق بين البلدين الجارين، سواء على الحدود الأردنية أو الحدود التركية أو حتى الحدود العراقية. لا شك أن هذا يحتاج لتناغم وتفاهم ودراسة وتفصيل يكون يعطى فيه الإيجابيات والسلبيات والفوائد التي ستعود على البلدين. فيما يتعلق بزيارتكم إلى موسياد، كيف كانت الرؤية؟ طبعا زيارتنا إلى موسياد، أيضا موسياد تعتبر مؤسسة عريقة
هي جمعية رجال الأعمال هي جمعية الأتراك. رجال الأعمال الأتراك، وهي جهد عظيم قام به جيل كامل. إن شاء الله خبرونا، أو بالأحرى أعلمونا أنهم قد أخذوا أكثر من 4 أو 5 استثمارات في مدينة دمشق، وهم الآن في صدد التوجه إلى مدينة حلب. إن شاء الله تعالى نأمل أن يكون تعاون مثمر بيننا وبينهم. قمنا بالإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يخصهم في الدخول إلى سوريا والاستثمار في المجالين الصناعي والتجاري. بدي أختم معك بنقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بموضوع الترانزيت وفتح المعابر. طبعا سوريا قامت باتفاقية مع تركيا فيما يتعلق بموضوع الترانزيت والمعابر وتفعيل المعبر باب الهوى فيما يتعلق بموضوع الترانزيت. حتى الآن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ، وهذا الاهتمام الحقيقة أنا سمعته من أكثر من دول الخليجية والأردنية بالاهتمام بموضوع الاستثمار بهذا الأمر، وسينعكس بالمطلق على سوريا تماما هذا الأمر فيما يتعلق بتقاضي رسوم الترانزيت. ما هو الآن موقفنا، أو ما هي حالة هذه الاتفاقية، وماذا تتوقع متى ممكن أن يتم تفعيلها؟ وما أهميتها حقيقة؟ يعني لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة ستعود بالنفع على البلدين، وسيكون لها أثر في تسهيل انسياب البضائع بين البلدين، ولكن هناك تفاصيل ستكون الجهات المعنية التي هي هيئة المعابر أو المنافذ البرية والبحرية هي الكنترول على هذه الاتفاقات. وأستطيع أن أؤكد لك أن هذه الهيئة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يمكن تحقيقه وتأمين مصالح التجار والصناع والبلاد وتيسير حركة الأشخاص والبضائع إن شاء الله. نقطة أخيرة، الأستاذ سعيد شيخ الكار رئيس غرفة تجارة حلب، ماذا تتوجه باسمك الكبير إلى أهالي وتجار دمشق والمحافظات الأخرى؟ طبعا نقول لهم وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بلدنا بحاجة إلى كثير من العمل وكثير من الصبر وكثير من الإخلاص. بارك الله في جهود الجميع إن شاء الله لم ولن يقصر ولن يألو جهدا في وضع ركيزة لبناء هذا البلد العظيم. يعني بنأمل إن شاء الله تعالى قريبا أن يكون هنالك زيارة لمجلس إدارة غرفة حلب إلى غرفة تجارة دمشق قريبا، زيارة وتوأمة وتفعيل. هذا متوقف فقط على تحديد الموعد. أصلا نحن تكلمنا في هذا الموضوع، وإن شاء الله قريبا سيكون لنا اجتماعات دورية قد تكون شهرية إن شاء الله لتبادل وجهات النظر وتفعيل كل ما يجب تفعيله بين هذه الغرف الصناعية والتجارية بين الشمال وشرق وجنوب وغرب سوريا. سوف نقضي على تلك المناطقية وتلك التحزبية التي أسسها هذا النظام البائد. سوف يتمتع الجميع بكلمة واحدة: نحن مواطنون في هذا البلد على حد سواء، جميعنا يبني وجميعنا يجني وجميعنا إن شاء الله يسعد. وبارك الله بكم. سؤال صغير فيما يتعلق برواد الأعمال، وهذا مرأ من خلال فريق التسجيل مرأ لي هذه الرسالة. ما هو دعم غرفة حلب إلى رواد الأعمال؟ كما قلت لك في السابق، نحن ندعم جهود ريادة الأعمال على كل المستويات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وندعم خاصة النشاط الشبابي. فلدينا مؤسسات كثيرة ندعمها نحن كغرفة تجارة حلب، وإن شاء الله لن نألو جهدا في هذا أبدا. يعني فينا نقول أنه الصالة التدريب في الغرفة مفتوحة لتدريب رواد الأعمال؟ هي أصلا مفتوحة. نعم. هي أصلا مفتوحة، وقد اجتمعت أصلا في أكثر
من أخ من دكاترة جامعة حلب، وعرضنا عليهم أن الصالة التي تتسع إلى 200 أو 300 شخص مع تجهيزاتها هي في خدمتهم لإقامة دورات التوعية والتدريب ورفع المستوى للطلاب والصناع والتجار. يمكن أكثرنا عليك الأسئلة أو الحوار. آخر نقطة تماما وألتزم بها فيما يتعلق بالغرف الشمالية شمال حلب التي كانت فترة النظام البائد في الشمال المحرر مشادي، ما هو اليوم دورها؟ هل هي في إطار الاندماج مع غرفة حلب أم تم اندماجها؟ يا ريت بس هيك نعرف فكرة صغيرة. بالنسبة للغرف التجارية المستحدثة أثناء الثورة، قد تم دمجها جميعا في غرفة تجارة حلب. أما بالنسبة للغرف الصناعية فانتقلت إلى إدارات للمناطق الصناعية المتواجدة في تلك المناطق. طبعا أنا بشكرك أخي الكبير، أخي أبو عمار، أخونا الأستاذ سعيد شيخ الكار، والنعم منك ومن جهودك. نحن ما حكينا شو مجال العمل، وأكيد كل الناس بتعرف مجال عملك في المجالات المقاولات ومجالات الصناعات الغذائية، ولك بصمة في العمل الخيري الحمد لله رب العالمين. طبعا لا شك أنني قبل الثورة كنت أعمل في مجال تجارة الأدوية، وأنا وكيل لكثير من الشركات. هذه ليست بدعاية، إنما هو تعريف شخصي نلتزم به بإذن الله تعالى في سياسة هذا البرنامج. أخواني الكرام، أعزائي وأحبائي الكرام، أنا بشكركم لحسن المتابعة. أرجو المسامحة إن أخطأت. كما قلت لكم أنا لست بإعلاميا ولست بمحاورا، إنما اجتهدت، فإن اجتهدت وأصبت فلله الحمد والمنة، وأن أخطأت أرجو المسامحة. جزاكم الله خيرا، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة من لدنه وبركات.